أهلا وسهلا يا جماعة، نورتوا القناة. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجة في غاية الأهمية لأي حد داخل عالم البيزنس، سواء كنتم لسه بتبدأوا أو حتى لو عندكم مشروع قائم وعايزين تنموه أكتر. كلامنا النهاردة هيكون عن القوائم المالية، السر اللي ورا نجاح أي مشروع. أولا لازم نعرف إن القوائم المالية ديت مش بس أوراق وأرقام، دي اللغة اللي بيتكلم بيها البيزنس. يعني لو عرفت تقراها وتفهمها صح هتقدر تعرف المشروع بتاعك ماشي في أي اتجاه، وإيه الخطوات اللي لازم تعملها علشان تحسن من أدائه وتزود أرباحك. في الفيديو ده هنشرح بالتفصيل أهم 3 قوائم مالية: قائمة الدخل والمركز المالي وقائمة التدفقات النقدية. هنتعلم إزاي نقرأ الأرقام دي، وأهم حاجة إزاي نحللها علشان تدينا صورة واضحة عن الحالة المالية للمشروع. ومش بس كده، هنوريكم إزاي الفهم الصح للقوائم المالية ده ممكن يكون فارق كبير في قراراتكم المالية ويساعدكم تبنوا استراتيجية ناجحة لمشروعكم. يعني ببساطة الفيديو ده هيكون خطوتك الأولى علشان تكون محترف في فهم لغة الفلوس وتحليلها. يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم القوائم المالية ونشوف إزاي الفلوس بتتكلم. أول حاجة لازم نعرفها عن القوائم المالية إنها عبارة عن تقارير مهمة جدا وأساسية لأي مشروع سواء كان كبير أو صغير. القوائم دي بتعرض بوضوح الحالة المالية للمشروع وبتساعد صاحب البيزنس يفهم أداء مشروعه ماليا. نيجي بقى للثلاث أنواع رئيسية للقوائم المالية، ونبدأ بقائمة الدخل. دي أول قائمة وهي مهمة جدا، بتعرض كل الإيرادات اللي المشروع بيجيبها وكمان كل المصروفات اللي بيدفعها. الجميل في قائمة الدخل إنها بتبين لك في الآخر إذا كنت بتحقق ربح أو خسارة، يعني بتقول لك المشروع بيمشي صح ولا لأ. أما المركز المالي، دي القائمة اللي بتعرض لك كل حاجة عندك، يعني الأصول زي الفلوس في البنك، المخزون، المعدات وغيرهم. وكمان بتوريك الخصوم، يعني الديون أو الالتزامات اللي على المشروع. المركز المالي ديت زي صورة لحظية للحالة المالية للمشروع. واخر قائمه معانا قائمه التدفقات النقديه، دي بتعتبر مهمه جدا لانها بتوريك الكاش بيتحرك ازاي في المشروع، يعني الفلوس اللي بتدخل واللي بتطلع. القائمه دي بتساعدك تعرف هل عندك سيوله كافيه لتشغيل المشروع ولا لا، وبتساعدك كمان تخطط للمستقبل من ناحيه السيوله النقديه. في النهايه القوائم الماليه دي بتعتبر زي الاداه اللي بتفهمك قصه مشروعك الماليه وبتساعدك تاخد قرارات على اساس صحيح ومعلومات دقيقه. فهم قائمة الدخل. يلا نبدأ بأول جزء في القوائم المالية وهو قائمة الدخل. قائمة الدخل دي بتعتبر زي قلب المشروع من الناحية المالية. طب ليه؟ لأنها بتورينا بوضوح الإيرادات والمصروفات، وفي النهاية بتقول لنا إذا كان المشروع بيحقق ربح أو خسارة. نبدأ بالإيرادات. الإيرادات ديت كل الفلوس اللي المشروع بيكسبها من بيع منتجاته أو تقديم خدماته. بس الجميل في قائمة الدخل إنها مش بس بتوريك الإيرادات الكلية، دي كمان بتفصلها لك، يعني تقدر تعرف كل منتج أو خدمة جابت لك قد إيه. وبعد ما نشوف الإيرادات نيجي للمصروفات. المصروفات دي بتشمل كل حاجة بتدفعها علشان تشغل المشروع، زي أجور العمال، إيجار المكان، مصاريف الكهرباء، وأي حاجة تانية بتكلفك فلوس. وبرضه قائمة الدخل بتوريك تفاصيل المصروفات دي بحيث تعرف بالظبط بتصرف فين وإزاي. وأهم حاجة في قائمة الدخل هي النتيجة النهائية. بعد ما تطرح المصروفات من الإيرادات، الرقم اللي بيطلع ده هو الربح أو الخسارة. يعني ببساطة لو الرقم ده موجب يبقى مشروعك كسبان، ولو سالب يبقى خسران. فهم قائمة الدخل ده مهمة جدا لأنها بتساعدك تشوف إذا كانت الطريقة اللي بتشغل بيها المشروع صح ولا لأ. وكمان بتوريك البوينت اللي محتاجة تحسين أو تغيير، بكده تقدر تتحكم في المشروع بشكل أفضل وتخطط لمستقبله بطريقة أذكى. دلوقتي نيجي لجزء مهم جدا في القوائم المالية وهو المركز المالي. المركز المالي دي بتعتبر زي الصورة الكاملة للحالة المالية للمشروع بتاعك في لحظة معينة. أول حاجة في المركز المالي هي الأصول. الأصول دي كل الحاجات اللي عند المشروع وليها قيمة، يعني مثلا الكاش اللي في البنك، المعدات، العقارات، المخزون من البضاعة، حتى الديون اللي ليك عند الناس تعتبر أصول. المهم في الأصول إنك تعرف قيمتها الحقيقية وتبقى عارف بالظبط عندك إيه وكل حاجة وزنها إيه في المشروع. وبعد الأصول نيجي للخصوم. الخصوم دي بتشمل كل الديون والالتزامات اللي على المشروع، يعني أي فلوس المشروع مديون بيها لحد تاني، سواء كانت بقى الديون للبنوك أو للموردين أو حتى الضرائب المستحقة. المهم هنا إنك تفهم كويس أنت مديون قد إيه ولمين. وأخيرا في المركز المالي بنشوف حقوق الملكية، وده بيعبر عن القيمة الصافية للمشروع. يعني بعد ما تطرح الخصوم من الأصول، اللي بيطلع ده بيكون هو حقوق الملكية، وده مهم علشان يوريك المشروع بتاعك واقف على ايه بالظبط من الناحية المالية. فهم المركز المالي ده جزء أساسي في إدارة أي مشروع لأنه بيساعدك تاخد قرارات على أساس واقعي ومعلومات دقيقة، وكمان بيوريك الصورة الكاملة للحالة المالية بتاعتك، سواء بقى كنت محتاج تزود الأصول أو تقلل الديون أو تحسن من السيولة النقدية. دلوقتي نيجي لجزء مهم جدا في القوائم المالية وهو قائمة التدفقات النقدية.
القائمة دي بتعتبر مهمة لأنها بتعرض لك صورة واضحة عن حركة الكاش في المشروع بتاعك. يعني ببساطة هي بتقول لك الفلوس بتيجي منين وبتروح فين. أول حاجة في قائمة التدفقات النقدية هي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. دي بتعرض كل التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للمشروع زي البيع وتحصيل الديون. يعني بتوريك الفلوس اللي بتدخل من العمليات اليومية للمشروع. بعد كده نيجي للتدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار. هنا بنشوف الفلوس اللي بتصرف في شراء أو بيع أصول ثابتة زي المعدات أو العقارات. ده مهم علشان بيبين لك إذا كان المشروع ده بيستثمر في تطوير نفسه ولا لأ. وأخيرا التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية. هنا بنتكلم عن الفلوس اللي بتيجي من القروض أو بتندفع في سداد القروض أو توزيعات الأرباح للمساهمين. دي بتعرض إزاي المشروع بيجيب فلوس من بره أو بيدفعها للخارج. الجميل في قائمة التدفقات النقدية إنها بتساعدك تعرف المشروع بيدير الكاش إزاي. يعني هل عندك سيولة كافية علشان تشغل المشروع ولا لازم تبحث عن مصادر تمويل تانية. وكمان بتساعدك تخطط للمستقبل، تعرف هتحتاج قد إيه كاش للمشاريع الجديدة أو للتوسعات. فهم قائمة التدفقات النقدية ده جزء أساسي في إدارة البيزنس، لأنه بيوريك الصورة الحقيقية لحركة الفلوس في المشروع وبيساعدك تاخد قرارات مظبوطة بناء على السيولة المالية. أهمية التحليل المالي. طيب بعد ما نكون فهمنا كل القوائم المالية، الخطوة الجاية واللي لازم تركزوا عليها جدا هي التحليل المالي. التحليل المالي مش معناه بس إن احنا نقرأ الأرقام اللي في القوائم، لكن كمان بنحللها بعمق ونفهم القصة اللي ورا الأرقام دي. طيب يعني إيه تحليل مالي؟ يعني نبص للأرقام بطريقة تساعدنا نفهم الأداء المالي للمشروع ونشوف هل في مشاكل مالية محتاجة تتحل ولا كل حاجة ماشية كويس. ونبدأ بتحليل الربحية. هنا بنبص على قائمة الدخل ونحلل الإيرادات والمصروفات، نشوف هل الإيرادات في زيادة ولا نقصان والمصروفات بتزيد ليه وهل الزيادة ديت مبررة. كده نقدر نحدد هل المشروع بيحقق ربح كويس ولا لأ. بعد كده نيجي لتحليل السيولة. من خلال قائمة التدفقات النقدية نقدر نعرف هل عندنا كاش كفاية لتشغيل المشروع ولا لأ. ده مهم جدا علشان السيولة النقدية هي اللي بتساعد المشروع يدفع مصاريفه في ميعادها ويتجنب المشاكل المالية. وكمان لازم نحلل الهيكل المالي للمشروع من خلال المركز المالي. هنا بنشوف هل الديون على المشروع كتير ولا قليلة، هل الأصول بتاعتنا كافية لتغطية الديون ديت ولا لأ. التحليل المالي ده بيساعدنا ناخد قرارات أفضل للمشروع. يعني لما تفهم الأرقام وتحللها صح هتقدر تقرر هل تستثمر في مشروع جديد ولا تقلل المصروفات ولا تدور على مصادر تمويل جديدة. في النهاية التحليل المالي دي زي البوصلة اللي بتوجهك في القرارات المالية اللي تاخدها لمشروعك وبتساعدك تبني مستقبل أقوى وأكثر نجاحا للبيزنس بتاعك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في الفيديوهات اللي فاتت شوفنا مع بعض القوائم المالية وأهميتها وإزاي نقدر نحللها بطريقة تفيد مشروعك. ودلوقتي هنربط كل الحاجات دي مع بعض ونشوف إزاي فهم القوائم المالية وتحليلها بيساعدنا في إدارة البيزنس. في الفيديوهات الجاية هندخل أكتر في التفاصيل وهنشوف إزاي نستخدم كل المعلومات ديت في صنع قرارات أكثر ذكاء وفعالية للبيزنس بتاعك. هنتعلم كمان إزاي نخطط للمستقبل بناء على التحليل المالي ده. وعلشان تفضلوا معانا وتستفيدوا من كل اللي جاي يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، كده هتوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. وما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع أصحابكم اللي مهتمين بالموضوع، يمكن يفيدهم برضه. شكرا جدا لمتابعتكم ومستنيينكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.